تصدقي إن أذكى شريرة في ديزني اتكسرت بسبب غلطة صغيرة جدا؟ مش سحر ولا معركة، ثانوس. الأم جاسل كانت مسيطرة على رابنزل 100%، حبسها في البرج، مخوفاها من الدنيا ومخلياها مصدقة إن بره خطر. وسنين عدت ورابنزل ما فكرتش تهرب، لحد ما الأم جاسل سمحت لها تشوف الفوانيس في عيد ميلادها. الفوانيس دي معلمتهاش الهروب، لكنها زرعت الفضول، وأول ما الفضول يتولد السيطرة بتقع. لو الفوانيس كانت استخبت، رابنزل كانت ممكن تفضل محبوسة طول عمرها. وده نفس اللي حصل في سنو وايت لما الملكة بعتت صياد وفشل وما حاولتش تاني. تفصيلة صغيرة دمرت الخطة كلها. والأغرب، في فيلم رابنزل على باب البرج مرسوم حذاء سندريلا الزجاجي، يعني البرج ده كان ملك سندريلا قبل ما يبقى سجن رابنزل. ديزني بتقول لنا حاجة واحدة: مش كل السجون بتتكسر بالقوة، بعضها بيتكسر بفضول.